وإن ذكرت الرعوس اللي بتحب حماتها، أحب أقول إن الحما دلوقتي اتغيرت في العصر الحاضر، لأن أصبحت المرأة العاملة اللي بتقضي وقت طويل في الشغل بتعتمد في تربية أولادها على أمها أو على حماتها، هي اللي بتربي العيال. فبقت فعلا أم ثانية ليها وللعيال الصغيرين. إن تكلمنا عن هؤلاء كلهم لا نغفل نوعا آخر من الأمهات، هم الأمهات الروحيات وأمهات الشهيدات، أمهات الشهداء، زي الأم دولاجي في إسنا، في كنيسة على اسمها دلوقتي بتتجدد وتبقى حال، والأم رفقة في سنباط، والأم يوليطة أم القديس قرياقس الشهيد. الأم من هؤلاء الأمهات استشهد أولادها الخمسة على رجليها وهي تشجعهم، تقول لهم ما تخافوش، خبطة واحدة وتبقوا مع المسيح. عجب، وهي استشهدت أيضا. لا ننسى الأمهات الروحيات، أمهات الرهبنة. من أمثلتهم القديسة سارة اللي كان بيجي يعترف عليها الرهبان، رهبان الإسقيط، ويكشفوا لها أفكارهم علشان ترشدهم، مش اعتراف، إرشاد روحي يعني. وكانت تقول لهم بالحقيقة إنكم إسقيطيون، لأن ما فيكم من الفضائل تخفونه، وما ليس فيكم من الخطايا تنسبونه لأنفسكم. والقديسة الأم سفرنيكي، والقديسة ميلانيا اللي أرشدت القديس ماري أغريس وقادته إلى التوبة، وصار أبا من أباء الرهبنة الكبار. والقديسة ميلانيا وبنتها القديسة يوستوخيوم، وصاروا هي وراها بنتها صارت رئيس الدير في أورشليم، وبنتها صارت من بعدها يوستوخيوم رئيس الدير في أورشليم. ولها كتب القديس جيروم رسالته رقم 20 اللي بدأها بكلمة الآية اللي بتقول اسمها يا ابنتي أميلي سمعك وانسي شعبك وبيت أبيك، فإن الرب قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك وله تسجدين، وطبق على حياة الرهبنة في رسالته 20 اللي أرسلها إلى يوستوخيوم. أمهات قديسات كثيرات، وكانوا أمهات روحيات. كما أن في واحدة كانت مرشدة روحية أيضا مشهورة، دبورة، وكانت قاضية لإسرائيل في ذلك الحين في الإصحاح 4 من سفر القضاة. كانوا يجوا ليها ويسترشدوا بيها، وكانت تمثل القيادة والإرشاد، حتى إن رئيس الجيش قال لها ما أقدرش أخرج إلا لما تكوني أنت معايا. جبروت. القديسة كاترين
أم روحية في سيناء، والقديسة دميانة أم رهبنة وصارت شهيدة، وكان تحت إيدها 40 راهبة من اللي بقوا شهيدات وقديسات. ده موضوع طويل طويل طويل. أنا عايز بالمناسبة دي أبقى أعمل مؤتمر للمرأة ونعمل مجلس للمرأة، وتنظيم عمل المرأة في الكنيسة. المرأة بتعمل حاجات كتيرة في الكنيسة، لكن يا ريت يكون في تنظيم ليها.